السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد العصير زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتستمتعوا باللذه ديالو، لانه فعلا كيجي زوين. كيجي بحال اللي كيتباع في المحلات. الفرق انهم صغبين في الدار طبيعه الحال بدون مواد حافظه وعارفين شنو دايرين فيه. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا البنات، عندي واحد جوج ديال البرتقالات، عندي واحد الياغورت بنكهه البنان، عندي تفاحه وعندي بنانه. اللي ما عندهاش تفاح ممكن دير هي البنان، اللي ما عندهاش البنان دير تفاح. اي حاجه شايطه لكم في الدار ممكن انكم تستعملوها وتزيدوها على هذا العصير هذا. غادي نحتاج تقريبا لتر ديال الماء، القليل من السكر على حسب النكهه. البنات اللي عندها العسل ممكن تستبدل السكر بالعسل، ولا كان الليمون حلو ممكن نستغناو على السكريات بصفه نهائيه. غادي نبداو على بركه الله. غادي اول حاجه البنات غادي ناخذ القشر ديال هاد البرتقاله هادي. كما كتشوفوا البنات، هاد العصير هذا راه هو جد اقتصادي، فقط بجوج ديال البرتقالات غادي نخرجوا واحد تقريبا ايترو ونص، لتر ونصف من العصير. كيجي زوين بزاف البنات، كيجي منعش. ممكن انكم تستعملوه في هذه الوقيته ديال رمضان او لا حتى في العيد، اي مناسبه ممكن انكم تستعملوا هذا العصير هذا وتستمتعوا به والعائله ديالكم. كما كتشوفوا البنات، انا كنحك البرتقاله ديالي وكناخذ فقط القشره الفوقانيه، ما نوصلوش للقشره البيضاء لانها كتمرر، فانا كندوز هي على القشره الفوقانيه كنحيدها، والقشره البيضاء طبيعه الحال غادي نحيدوها من بعد. اللي عندها الحامض ممكن ديروا واحد الحامضه البنات حتى هي تحكوا لها القشره ديالها وحتى هي تضيفوها في هذا العصير هذا. بطبيعه الحال انا غادي نستعمل ياغورت ديال البنان كما كتشوفوا البنات. اللي بغات دير شي ياغورت اخر ممكن البنات هذا العصير تضيفوا فيه حتى الجزر او لا البربه، علاش لا؟ مجموعه ديال الخضر تستافدوا حتى هي بالفيتامينات ديالها والفوائد ديالها. هانتوما البنات كما كتشوفوا البرتقاله اللي خديت، غادي نحك البرتقاله الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، وغادي نتلاقى ان شاء الله معكم من بعد ما حكيت جوج الليمونات ديالي. ندوز دابا ان شاء الله غادي نوضعهم في واحد الاناء، وغادي نضيف ياغورت، غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، غادي نخليهم على جنب، وغادي نقي هاد الليمون هذا مع هاد التفاحه والبنانه البنات. نحاولوا نحيدوا حتى هاد القشره البيضاء ما نخليوهاش. غادي نحيد لها حتى هاد اللب الابيض حتى هو نحيدوه. غادي نقي التفاح ديالي حتى هو غادي نحيد له فقط هاد اللب ديالو، ما غاديش نحيد له القشره، غادي نخليها حتى هي الفوائد ديالها راه كثيره، فما غاديش نضيعها. وغادي نقرض الديسير ديالي مع هاد الخليط الاول. غادي نقطعوه بطريقه عشوائيه، من بعد كلشي غادي ندوزوه في الخلاط الكهربائي. ممكن هاد العصير هذا البنات تزيدوا فيه حتى مجموعه ديال الفواكه الجافه، ممكن ديروا شويه ديال الزبيب، شويه ديال التمر، تيعطي فائده، وفي نفس الوقت راه هو كيحلي هاد العصير هذا، فتستغناو نهائيا على السكر وما غاديش تستعملوه. الا لقيتوا شي عظيمات البنات كاينين في الليمون حيدوهم. كما كتشوفوا الليمون ديالي راه فيه الماء، اختاروا الليمون اللي كيكون فيه الماء، ماشي داك الليمون اللي كيكون ناشف. نتوما كتنقيوا البنات، نتوما كتشوفوا الا بالكم شي عظيم حيدوه. انا تعمدت البنات نقرض الليمون في الاناء، لان كما كتشوفوا راه هو الماء كيتطلق، فما بغيتش ندير القراضه الماء ديالو كامل يضيع. من الاحسن كنقرضو هنايا باش الماء ديالو يتطلق نيشان في الخليط وما نضيعوش فيه.
هذا البنات غادي نمزج هاد العناصر هذه مزيان كما كتشوفوا، غادي ندوزها في الخلاط الكهربائي. من بعد ما غادي نضيف لها واحد 2 معالق كبار فقط ديال السكر، ما غاديش نضيف بزاف حتى نذوقوا الحلاوه ديالو ونشوفوا. من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان كما كتشوفوا، غادي ندوز غادي نوضعو في الخلاط الكهربائي، وداكشي اللي بقى ليا في الاناء غادي نشللو واحد شويه وحتى هو غادي نضيفو، ما غاديش نضيعو فيه. غادي نوضع الخليط ديالي كامل كما كتشوفوا البنات، وما غاديش نضيف الماء في الاول، يعني الكميه ديال الماء المتبقيه غادي نخليها حتى غادي نطحن هاد العناصر هذه مزيان. وعاد غادي ندوز من بعد غادي نضيف البقيه ديال الماء. بالنسبه للماء البنات لكم حريه الاختيار، الا بغيتوا هذا العصير هذا يجيكم شويه خاطر فما تكملوش الماء كامل كما درت انا ما درتش الكميه ديال اللتر كامله، خليتوها تقريبا واحد الرابعه ديال الماء ما كملتهاش. والا كنتو باغيين يعني تخليوه خفيف فممكن تكملوا ايطرو ديال الماء. المهم كل واحد كيبقى له الحريه انه يتحكم في الكثافه ديال العصير ديالو. من بعد ما طحنت العصير ديالي مزيان البنات غادي ندوز غادي نصفيه في واحد الصفايه باش غادي نحيد منه دوك البقايا ديال الفواكه اللي طحنا. غادي نحاول نصفيه مزيان، من بعد غادي نذوق يعني الحلاوه ديالو واش خاصو السكر ولا بركه، وغادي نتلاقى ان شاء الله معكم من بعد في طبق التقديم. وها هو العصير ديالنا البنات من بعد ما وضعته في الثلاجه حتى برد ليا واحد شويه. كنقدموا لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى خصوصا انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. عصير اللي كيجي المذاق ديالو جد رائع، مصغوبينو بيديداتنا كما كنقولوا، عارفين شنو دايرين فيه، بدون مواد حافظه، وكيخرج لينا يعني كميه وفيره كنقتصدوا لا من الناحيه الماديه ولا كذلك من الناحيه الصحيه لانه بدون مواد حافظه. كنتمنى ان شاء الله انكم كما قلت لكم تجربوه، وكنتمنى اللي عجبته الوصفه ما يبخلش عليا بالبارطاج وبواحد اللايك، والناس اللي التحقوا بالقناه جدادين مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله الوصفات اللي كننزل انهم يعجبوكم. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه، غادي نخليكم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.